حلاوة مسلسل ابن النادي مش انه كوميدي بس. تضرب المصور ليه؟ اخر عليك الصور. في اسقاطات كتيرة قوي على الدوري المصري، في اسقاطات كتيرة قوي على شخصيات كتيرة قوي شغالة جوه الدوري المصري، على لعيبة. بص، احمد فهمي ما سابش حد في المسلسل ده الا لما سلخه. اكيد مش بطريقة مباشرة، بس لما تيجي انت كمشاهد تحلل الموضوع كده، لا هو الموضوع فيه اسقاطات كتيرة قوي وكوميدية قوي وحلوة قوي. المدرب من احترام الاب والام واحترام المواعيد. ليتس دوين. ابراهيم فايق، حاتم صلاح، واحمد عبد الحميد، والمؤلف مهاب طارق، والمخرج كريم سعد اشتغلوا على مسلسل من 10 حلقات اسمه ابن النادي. قصة الموضوع باختصار إن أحمد فهمي كالعادة طالع ابن سيد الرجب اللي عنده نادي الشعلة، وخد الدوري من الأهلي والزمالك. نفس الشخصية المستهترة اللي بيحب يطلع بيها أحمد فهمي، الخموجي بتاع النسوان اللي عايش الحياة في البلالة خالص، تحس إن هو بيجيب شخصيته الحقيقية ويمثل بيها. هو أحمد فهمي كده، وده مش استهتار على فكرة. أحمد فهمي ناجح، مش هنتكلم في القصة دي أو هنخش في جدال فيها، بس هو بيمثل شخصيته حرفيا. شخص سكري، أنا ما أقصدش إن هو سكري في الحقيقة، بس هو شخص سكري بتاع نسوان، ملهوش في أي حاجة، عايش في البلالة على فلوس أبوه. فجأة بيموت أبوه وبيورث هو نادي الشعلة، وخش في الخوازيق يا معلم. انت فاكر نفسك ايه؟ انت لسه طابخ كبده وشويه هتقوم تسيح. وماله فرقة الكورة كلها بتتسرح، فيعمل إيه؟ يجيب كابوزيا مدير الكورة، ولغة شارع. هو بجد بجد أنت لو مستغرب إن كابوزيا بيتكلم بالطريقة دي، فدي لغة موجودة في الشارع، ولو ما تعرفهاش أنا هزعل منك والله. عامل دويتو كابوزيا وكابتن ريجن اللي هو حاتم صلاح، عاملين دويتو جامد قوي. رفعت الجلسة مقبولة منك ما دام المنة جت منك. وخصوصا حاتم صلاح اللي خلينا اتكلم معاك عليه شويه. انا حاتم صلاح في دور نفادي ما كانش الطف حاجه بالنسبه لي. انا ما بحبش الكوميديا اللي فيها فشخ ضرب جامد وسرسره وافيهات من فوق وتحت وجمي وبتاع. انا بحب كوميديا الموقف. فموقف كابتن ريجن اصلا هو موقف يضحك لوحده. واحد الدنيا جايه عليه ودايسه على وشه، متجوز اتنين مكحولينه في البيت وما بيخلفش وبيعشق الكوره وشغال في الرهانات، فمفيش اكتر من كده شخصيه جدليه تقعد تضحك عليها. طب اسمعني بس، مش احمد دي شخصيه كابتن ريجن، جامد جدا في الكلام. حتى لما طلع في اللقاء مع مذيع واتكلم على صاحب النادي او مدير النادي يعني، وقال له مفيش، ما يمسك كاس خمره، ما يمكن تفاح، ما يمكن ويمكن ويمكن، احنا اللي لينا كوره بس، مالناش اكتر من كده. ده كان اول اسقاط انا بشوفه حقيقي على الدوري المصري. تاني اسقاط هو مش اسقاط، هي حته حلوه قوي اتكلمنا عليها في الجيلز بتاع التيشيرت ابو تريكه بتاع 2008 والذكريات واغنيه الالتراس الحلوه اللي شدت اي حد شافها، شاف المقطع ده على الفيسبوك او اليوتيوب او شافه في المسلسل. المقطع ده حاتم صلاح يستاهل عليه 10 من 10 بامتياز. افيهات المسلسل حلوه قوي، تلات ارباعها حلوه، ولو اني ما بحبش الكوميديا اللي بيبقى فيها ايحاءات جنسيه، بس في مواقف كتيرة أوي تضحك عليها، كتيرة أوي. منهم مثلا الإفيه اللي بتاع الست شرقية بتاع حاتم صلاح، لما بيقول له ست شرقية، قال له مين الست شرقية دي؟ قال له تقريبا هي ست محافظة. والله ما مكتب لها، هو أنا أكاد أجزم إن هو مش مكتب لها بجد. في إفيهات حلوة وجميلة، وكابوزيا ليه إفيهات حلوة وجميلة. نخش في لعيبة الكورة، أنا كاست كويس وكله تمام، بس إيه اللعيبة اللي هو جايبهم دي؟ مخدرات شغال، وده كان إسقاط. مصطبح فين؟ لعيبه في الدوري المصري بتشرب سجاير، لعيبه في الدوري المصري ما بتعرفش تلعب، لعيبه في الدوري المصري داخله بواسطه. الدوري المصري كله عندنا دخان كتير، كفته قليل. هو ده اللي موجود في الدوري المصري. كوره 10%، حوارات 90%، وده اللي ظاهر في المسلسل وظاهر مع احمد فهمي بن نادي الشعراء. انا ما اعرفش هم قاصدين ولا لا، بس انا متاكد ان هم قاصدين. اصل انت، ما انت كمشاهد اعمل لي لايك وشير وكومنت وسبسكرايب عشان ده مهم جدا جدا. فانت ما تقنعنيش ان المؤلف جه قاعد يقول لك انا هجيب حاجه من الخيال العلمي. لا لا بجد، هو ده مش خيال علمي ولا كوميديا مؤلفه، دي كوميديا موجوده عايشين بنتفرج عليها في اهلي وزمالك وبيراميدز والاتحاد والمصري والاسماعيلي. وليه لسيادتك، ليه لسيادتك حتى في جدول الدوري اللي هم كانوا منزلينه في نادي الشعلة، كان نادي الاسماعيلي كان هو اللي هيهبط اصلا، كان هو اخر واحد.
بشوف اسقاطات كتير قوي في المسلسل ده حلوه قوي وتعجب اي حد الا جمهور الزمالك. ما اعرفش ليه، مع ان مفيش اسقاط واحد على نادي الزمالك او حتى الجمهور. فاضل حلقتين والمسلسل يخلص، وفاضل دقيقتين والفيديو يخلص، وانت لسه سيادتك ما عملتش لايك ولا شير ولا سبسكرايب. فانت تعمل لنا سبسكرايب، ولو ما شفتش المسلسل شوفه تاني، مسلسل حلو، الاسقاطات اللي فيه حلوه قوي، ولو شغلت دماغك شويه هتحس ان هو حرفيا بيحكي على كل يا جدع ابراهيم فايق نفسه لما جه يجيب شرف في المسلسل ده، طلع في 3 4 لقطات كان طالع بينتقد نادي الشعلة اللي رئيسه احمد فهمي، وبينتقد الرئيس وبينتقد المدرب وبينتقد اللعيبه. ليه؟ عشان مفيش كوره. ليه؟ عشان هي دي طبيعه الدوري المصري، وهو دي طبيعه الكوميديا اللي طالعه في المسلسل. مسلسل حلو قوي قوي، ويمكن عشان انا بحب الكوره شويتين ومتابع الدوري المصري شويتين ثلاثه، فالمسلسل عجبني بكميه الاسقاطات اللي فيه، عجبني الكابتن ريجن، عجبني حاتم صلاح، عجبني الكوميديا المعتمده على 90% من المواقف اللي موجوده في المسلسل. فانا بحيي احمد فهمي وحاتم صلاح وكريم سعد والمؤلف. حلو ان انت تجيب حاجه من الواقع تتألس عليها، دي بتبقى جامده جدا، لانه بيبقى موقف فيه كوميدي بس بيبقى عايز يبقى مكتوب حلو، والمسلسل ده مكتوب حلو. بس فانا اشوفك في فيديو جديد ان شاء الله، نحكي شويه برضه تاني مع بعضنا، وثالث ورابع وخامس، ما تزهقش مني. سبسكرايب وشير وزي دماغك. اشوفك في فيديو جديد.